دي سلطة أكلتها في مطعم تركي وطلعت خطيرة، قلت لازم أعملها معاكم ولازم تجربوها. أول حاجة السلطة دي سهلة جدا، مكونات موجودة في كل بيت. هنا معايا الخيار قطعته صغير جدا، أهم حاجة في السلطة بتاعتنا إن احنا نقطع الخضار صغير جدا. قطعت الخيار صغير جدا وكمان البصل الأحمر. السلطة ما بيتحطلهاش غير بصل أحمر، بصل أبيض للطبخ. بعد ما قطعت البصل أكيد هقطع الطماطم. كل حاجة قطعوها صغير على قد ما تقدروا، وكل المقادير هكتبها لكم تحت الفيديو. في مكون بس ناقص ما لقيتوش متوفر عندي، هو الرمان، بيديها برضو مزازة وطعم حلو قوي. لو متوفر عندكم ضيفوه، هيدي للسلطة طعم خطير. بعد كده اخر مكون بقطعه هو عين الجمل، وما تخيلتش انه يطلع حلو كده في السلطة. غسلته ونشفته، بقطعه زي ما انتم شايفين بالشكل ده، بيبقى سهل جدا التقطيع، وهضيفه على السلطة. وكده خلاص دي كل مكوناتها، فاضل بس دريسنج. هنا عصير ليمونة، ضفت عصير ليمونة كاملة، وأكيد رشة من الملح، وطبعا زيت زيتون، ورشة من السماق بس هو ما تصورش عندي. والمكون الأساسي في سلطتنا النهاردة هو دبس الرمان. بضيف معلقة كبيرة من دبس الرمان حسب كمية السلطة طبعا، وبنقلب كله مع بعضه. مش قادرة أقول لكم الروايح والطعم بيطلع خطير ازاي، لازم تجربوها ومتأكدة هتعجبكم وهتحبوها.